قنبلة الميركاتو في مدريد. الريال يضع عينه على جوهرة مغربية من الدوري الفرنسي. هل يكون بوعدي هو خليفة مودريتش أو توني كروس في سانتياغو برنابيو؟ الحديث هنا عن أيوب بوعدي، صاحب 18 عاماً وقائد نادي ليل الفرنسي. شبكة ديفنس سنترال أكدت إن كشافة الملكي سافروا لفرنسا 3 مرات لمراقبته، والمسؤول عن العملية هو جوني كلافات، صائد المواهب اللي جاب فينيسيوس ورودريغو. المفاجأة: ريال مدريد يرى أن بوعدي في سن 18 أفضل مما كان عليه بيدري أو رودري في بداياتهم. قيمته السوقية وصلت ل40 مليون يورو، والكل يتسابق لخطفه. لكن المهمة مش سهلة. اللاعب جدد عقده ل 2029، وعمالقة أوروبا مثل مانشستر يونايتد، ليفربول وباريس داخلين في السباق بقوة. تتوقعون نشوف نجم مغربي جديد في صفوف الميرنجي؟ اكتبوا لي توقعاتكم في التعليقات.